مساكم الله بالخير. لقيت لكم حل اللي جوال يحتاج صيانة، مثل كسر الشاشة أو مدخل البطارية، وأكثر ما يتعرض الجوال للكسر. يعني وأنت تتكلم مثلا طاح منك، طبعا يا تنكسر الشاشة الأمامية أو الداخلية. وهذه شاشة آيفون 6 تقدر تطلبها من الانترنت رخيص، الحين في مواقع كثيرة من $5 إلى $10، تجيك على طول يومين 3 أيام. عندك الجوال هذا، شوف في كسر بالنص هنا، ها رايحة نص الشاشة. اللي بنفكه احنا وياكم ونركب الشاشة. طبعا عندي ميراج باي بيتعلم شلون، معه جهاز امسكين يقول صالحة شوف شلون تيسر. وانا احتاج عدة، تقول انا بحتاج ورشة ممسك بسيط عشان الشاشة، وملقاط للصواميل ومفك. اول شيء في مسمارين هنا بس تفكهم. طبعا ليش الممسك؟ عشان نطلعه مع الشاشة، نفتح الباب مع الشاشة من هنا. شلون؟ بس لازم تصير حريص شوي. اللي وده يشوف عاد شكل جوال من الداخل يلا يتفرج. هذه بطارية، شفت كبراه؟ شفت شلون؟ هذا ليس، هذا مدخل الشريحة، وهذه الشاشة. ويلا نفتح هذول حقت الشاشة. فتحنا 1 2 3. أقول هذه الشاشة قديمة الحين. والله انت بتشغل بالاسئله يا احمد، قسم بالله بتعب. خلنا نشتغل يا اخي، جيب اترك يا شيخ، اترك الجوال. بتعلم طبعا انت جالس تقهوى معين خير وتسولف، اشتغل، ما ياخذ منك ولا نص ساعه. في ميزه اذا اشتغلت انت بنفسك، القطع تضمنها انها موجوده. واكبر دليل الجوال هذا اللي انا فاكه مر على الصيانه قبل، وفي اشياء ما ركبوها، واحتمال يمكن انهم مستبدلين اشياء رديه بالاصليه. واللي بيتعلم أكثر في مقاطع باليوتيوب شرح كامل لجميع الأجهزة، بس تبي واحد يعطي من وقته شوي. أنا حتى الآن بالشاشة القديمة الأولى، طبعا لازم أخذ منه بعض الخرائط والحديدة هذه القاعدة والسماعة والهوم، وقضينا بالشركة والحمد لله. نبي نتأكد نشوف. ما شاء الله، مبروك. ما أخذت من ولا نص ساعة. يعني لو تبي تروح لحق الصيانة يبي لك أقل شيء يومين رايح جاي وتنتظر وما أدري وش وضعه. يلا خلاص عاد لا تصورون شلون تطبخون المقلوب ولا ذا، صوروا شلون تزينون جوالاتكم. قسم بالله انكم مبدعين، بس عطوا من أرواحكم فرصة.